لا بالراحة. يلا. 1 2 3. عاش طفولة مشردة خالص، بيعشق غسيل المواعين وكان مرشد سياحي. دخل بطولات عالمية في الكرة الطايرة، وعلاقته بمامته عاملة زي القط والفار. سقفة كانت وش الخير عليه. صندوق أسرار باشا مصر الفنان أمير كرارة. يا ترى ايه هي اسرار حياته؟ ليه صالح ابوه بعد ما اتجوز على امه؟ حكايه اللبس اللي طلبه من المطربه المغربيه سميره سعيد. اسرار كتيره هتعرفوها معايا في الفيديو ده، بس خليكم متابعين تفاصيل الحكايه للنهاية. أمير كرارة طفولته وحياته كانت مختلفة خالص عن طفولة أي فنان عرفتوه في حياتكم. الحقيقة أول حد يعرفها كان يستغرب ويقول يا سبحان الله، أصل أمير كرارة طفولته كانت مشردة قوي. ده اتولد في منطقة راقية جدا في مصر الجديدة. أبوه كان عنده محل بيبيع فيه بضاعة، وأمه ست بيت، وهو وإخواته كانوا 5، وكان أمير قريب قوي من أبوه. لكن مامته علاقته بيها كانت زي القط والفار، علشان ما كانش بياكل أي حاجة والسلام. وده لأنه كان رياضي وبيلعب في منتخب مصر للكرة الطايرة، وبالمناسبة هو اشترك في بطولات عالمية. كان كل يوم ينزل من البيت ما يرجعش غير آخر الليل، وتخيلوا طول اليوم وهو بيلف على النوادي وشوية يقعد مع الناس في الشارع. أصله اجتماعي جدا وما كانش حد من أهله بيشوفه، وعلشان كده بيقول دايما طفولتي كانت مشردة علشان قضيتها في الشوارع أو في النوادي. ورغم إن أبوه كان بيديله الفلوس اللي هو عايزها، على عكس أمه اللي كانت بتعمل معاه تحقيق ولا يمكن تديله غير لو غسل لها المواعين، لحد ما بقى بيحب يغسلهم، ولحد النهارده لو اكل في طبق بيغسله بنفسه. ورغم ان كان معاه فلوس كتير، بس عمره ما عمل حاجه غلط، واخره يشتري سجاير فرط من الكشك او يروح يعاكس البنات عند المدرسه. الحقيقه امير كرارة كان عايش حياه مستقره وهاديه، وهو واخواته كلهم بيحبوا بعض، لحد ما عرفوا ان ابوه متجوز على امهم. وطبعا دي كانت صدمه كبيره، وامه واخواته خصموا ابوه، وهو خصمه كام يوم وصالحوا بعدها علشان كان متعلق بيه قوي، وحاول معاه انه يصالح امه ويسيب مراته، بس هو رفض. والصدمه الاكبر من دي كانت رحيل امه بتعب الكانسر، وبعدها رحيل ابوه. من بعدها الحياه اتشقلبت خالص. طبعا اهتمام امير كرارة بالكره الطايره خلاه ما اهتمش بدراسته خالص، وكان يا دوبك بينجح بالعافيه. وهوب جاب في الثانويه 51%، وقرر يدخل سياحه وفنادق علشان عمته مرشده سياحيه وكانت متجوزه اجنبي، وهو حب الموضوع وقال هيبقى زيها. بعد ما خلص دراسته قرر يدور على فرصه في التمثيل علشان كان حلمه يمثل، وبقى يروح يحضر برامج كل شغلانته يسقف. وهوب ربنا كرمه بكام اعلان، وبعدها شارك في فيديو كليب روحي. وبعد ما خلص تصويره عجب المخرج، فعرض عليه يعمل فيديو كليب تاني معاه لاغنيه يا حبيبي عد لي تاني عود. ووقتها اشترط على المخرج انه ياخد اللبس اللي ظهر بيه في الكليب مقابل اجره علشان كان عاجبه، فوافقوا وعملوا الكليب. ومن بعدها شافوا طارق نور في اعلان، واخدوا يقدم برنامج ستار ميكر، وده كان وش الخير عليه علشان بدأ من بعده مشواره الفني. والحقيقة إن أمير كرارة معجون بالفن، يعني بيعرف يغني ويطبل ويقدم برامج ويمثل. أمير كرارة متجوز أخت الفنان أحمد صلاح حسني، ووعدها من أول يوم عرفها فيه إنه لا يمكن يزعلها أبدا. قولولي بقى إيه أكتر دور تمثيلي شارك فيه الفنان أمير كرارة وعمركم ما هتنسوه.